بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبنا متابعين على قناة على اليوتيوب، أهلا بكم. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة أو هنتناوله النهاردة موضوع منتشر جدا على السوشيال ميديا، كله بيتكلم عليه، كله بيتكلم عنه، العامة والخاصة والإذاعة، وكله بيتكلم عن موضوع إسلام مجدي يعقوب، يعني تحوله من مسيحي إلى مسلم. أولا يا جماعة، بس عشان ما نكونش مختلفين، مجدي يعقوب لا يختلف عليه أي حد في الدنيا. مجدي يعقوب حبيب الناس كلها على مستوى العالم. مجدي يعقوب ده شخصية عامة، ده راجل جراح قلوب مشهور معروف، أشهر من النار على العالم. مجدي يعقوب يعتبر الأشهر عالميا بعد حسن شاكوش. حسن شاكوش الأول في الشهرة. حسن، أمال إيه؟ طب هو مجدي يعقوب كان بيعالج قلوب بالمشرط، لكن حسن شاكوش ده كان بيعالج قلوب بالكلمة، بالبسكوتاية المقرمشة وبنت الجيران والحاجات. أمال إيه؟ أمال إيه؟ لا، دي له حقه. يعني الأشهر عالميا الأول حسن شاكوش، وبعد كده يجي بعديه مجدي يعقوب. تمام؟ فاحنا مجدي يعقوب كل الدنيا العالمين تحبه كإنسان بكف النظر عن ديانته. طب في الديانة مسيحي مسلم أي ملة، فالناس لا تختلف عليه، هو إنسان في غاية الإنسانية. ولولا يعلم الله فيه خير ما كان وصلوا للمرتبة إن راجل يكون عالمي على مستوى العالم في جراحة القلب. يعني لو ربنا عارف انه مش هيعمل بالمهنه اللي هو هيديها له دي، ما كانش اداها له. ربنا مين؟ ربنا الواحد الاحد، مش يسوع. اوعى تفكر يا ما اللي في النصارى يقول لك يسوع. لا، يسوع ده نبي ومن نصلح بالقصه دي، ده قصه تاني، موضوع تاني. ممكن يسوع اللي هو السيد المسيح، انتوا عندكم اسمه يسوع، مش عارف يسوع جبتوها منين دي، وايه حكايه يسوع ده؟ فعل ولا اسم ولا فعل يسوع دي؟ مش عارف. انا عندنا اسمه عيسى ابن مريم، او المسيح عيسى ابن مريم. المهم ممكن السيد المسيح بما انه انتشرت في عهده الطب، كان اكتر حاجه هناك في عهد السيد المسيح الطب، فكان مشهور بها، ولذلك جه السيد المسيح باعجاز الطب. السيد المسيح جاء باعجاز الطب، بيفتح الاعمى ويشيل البرص من الابرص، ويصنع الطين كهيئه الطير وينفخ فيه بيبقى طير باذن الله. باذن الله على فكره يا اخوانا، واحد بيقول لك يا ما يخلق، يخلق ويخلق من الطين طب لو عارف، لو ما قالش باذن الله يبقى بتاعته هو. يا اخوانا افهم، انتوا بتفسروا على مزاجكم، كل واحد يطلع يفسر له كلمتين على مزاجه. ما بيقول لك باذن الله يبقى في الله، في الله. ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هو لغى كلمة بإذن الله، ما قال لك يخلقها. واحد مسيحي طلع يقول يخلق، يخلق. يخلق ايه يا راجل؟ طب ما انت باذن الله تخلق. انا انسان وكل ذنوب مليان ذنوب. لو ربنا اراد لي ان انا اخلق، بس باذنه هو، مش باذني انا. في حاجه اسمها باذن الله. ما علينا، مش عايزين نتكلم. مجدي يعقوب سواء كان مسيحي او مسلم او ماليش او اي ديانه، رجل يحترمه المسلم قبل المسيحي، كلنا بنحبه، ولا حد يختلف على مجدي يعقوب ابدا، استحاله. راجل جراح للقلوب، راجل معروف عالميا، ده شرف لمصر، شرف للعالم العربي كله. مجدي يعقوب ده شرف للعالم العربي كله. بعدين تقول لي مسلم مسيحي، ولا ما انت ماسك لي مسلم مسيحي. انا ما هو شرف لينا، سواء مسيحي سواء مسلم سواء يهودي سواء ماليش دين خالص، وهو شرف للعرب كله. لكن مسكت لي تقول لي مسلم مسيحي، هيروح الاسلام، هيروح المسيحيه؟ ما يروح يا سيدي مطرح ما يروح. واحد اختار الاسلام، يختار الاسلام، يمكن ربنا يهديه، ربنا هداه بعد الاعمال كلها دي. فربنا اختار له طريق صح، طريق هدايه، يروح. بقى على مسيح هنكرهه؟ هو لا، هو حاليا مسيحي هنكرهه يعني انه؟ لا طبعا، ما حدش بيكرهه كمسلمين. احنا ما بنكرهش حد، لا بنختلف على مجدي يعقوب ولا نختلف على السيد المسيح، ولا في حد مسلم خلق وربنا اتجرأ قال نص كلمة عن السيد المسيح. له معجزات، كل اختلافنا انه هو اله ولا نبي ورسول. هو نبي ورسول وليس اله، ليس اله. هو الصلب ما الصلبش، لا ما الصلبش. هو مات ما ماتش، لا ما ماتش، ولا حاجة، ولا مات ولا بتاع.
وبعدين مش عارف 3 ايام، وبعدين قيامته قامت ومش هو ده. وناسوت ولاهوت لاهوت وناسوت يا عم الحاج. ناسوت ايه هو اللاهوت والناسوت؟ والله ما محتاج، والله لو اله لمحتاج لناسوت ولاهوت، ولا يتجسد في بطن مكه في بطن ستنا مريم، ولا مش عارف يجي لما يجوا جماعه مسكوا راحوا يمسكوه يقبضوا عليه عشان يحطوه على الصليب، والصليب وزنه مش عارف قد، وبعدين راحوا مسكوا الناسوت عشان كانوا في السوق هما الاثنين جايبين اكل، ما هو انسان. فالناسوت كان جايب بطيخه، فاتلخم في البطيخه، راحوا ماسكينه، هو اللي حطوه على الصليب الناسوت، ولكن شبه له. ما هو بني ادمين، الناسوت بني ادم والسيد المسيح انسان عادي، مفيش مشاكل. المهم كل ده اعتقد زي ما تعتقد انا ما الصالح بالقصه كلها دي. ما كله دلوقتي طالع يفتي. عمنا الشيخ علي جمعه واحد اسمه الدرحومه كان ولا مين، بيقول لك علي جمعه في طريقه للتنصير او اتنصر بالفعل. ليه يا عم؟ قال فيه 6 حاجات قالها بتدل على انه تنصر منه. هو اباح الخمر، وقال الحشيش طاهر والخمر طاهر ويم المطهر ومش على رش الملح، وقال لا يا اخوانا القران ما يخوفكم، ما فيش جحيم، ما فيش نار، ما فيش اخره، ما فيش حور عين، ما فيش جواز في الاخره، وحاجات كده بتستميلوا انه ممكن يكون مسيح او متنصر. طب ده الادهم من كده قالوا ان الشيخ عمنا سيد طنطاوي الله يرحمه ان هو مسيحي تنصر. سيد طنطاوي اللي اتدفن في البقيع بقى مسيحي يا بخته، حتى لو كان مسيحي، حتى لو كان ده اتدفن في البقيع. عارفين يعني ايه البقيع ولا ما تعرفوش يعني ايه البقيع؟ عارفين البقيع؟ ده البقيع ده حاوي اطهر ناس خلقها ربنا على ظهر الارض. البقيع شهداء، كل الشهداء وصحابه رسول الله وحاجه كده. ايه ده؟ طب لما يكون الدفن، امال لو مسلم كان الدفن فين؟ نشيل ابو بكر وندفنه جنبيه؟ ايه العقول التعبانه دي؟ ده راجل اتدفن في البقيع، ودي لن ينالها ما فيش حد. كل مسلمين العالم اللي خلقها ربنا تتمنى ان تموت ثم تدفن في البقيع. ولكن كان الجماعه المسيحيين بيقول لك اتدفن في البقيع وما اتدفنش في البقيع. هو ده سيد طنطاوي اتدفن في البقيع يا اخوان، امال لو مسلم كان يتدفن فيه؟ المهم نيجي بعد كده الموضوع. وعمنا علي جمعه بيفتي، وواد اسمه اسلام بحيري بيفتي، وواد نعومه بيقول لك ان علي جمعه هيتنصر، والبت حزام منطلون، والخنزير اللي اسمه بطرس غالي كان بطرس زكريا بزراميط، واللي بيشكك في القران عملوا لهم قنوات بيدفعوا لهم ملايين الملايين بيسجلوا فيها. ما علينا، تعال نشوف موضوع عمنا وقصيده لطبيب حكاية طبيب القلوب. بقول مجد يعقوب الطبيب من كل قلوب الناس حبيب، من قلوب الناس حبيب، إن كان مسيحي ولا مسلم مش عجيب. عاش حياته كلها حب الهلال حب الصليب، عالج قلوب فيها عيوب بعقل لبيب. لا سأل مريض انت من أهل الهلال ولا انت من أهل الصليب. يعامل الإنسان بابتسامة ولا عمره يوم كان كئيب. يعالج الإنسان لأنه في الأصل إنسان. لا يسأله إن كان اسمه محمد أو إن كان اسمه يونان، أو إن كان ضعيف ولا قوي من صف فرعون أو هامان، إن كان شجاع زي الأسد أو زي الأرانب جبان. المسلمون حبوه من قبل النصارى، حبه الوزير والغفير أو الشيخ غفر أو الشيخ فحارة، حبوا الغني والفقير وصاحب الأملاك وبواب العمارة. بيتعامل مع الناس بالتواضع إن كان مريض ولا استشارة، إن كان مقيم بمصرنا أو حتى كان جاي زيارة، إن كان مريض بالقلب أو في قلبه حتى 1000 غارة، إن كان مريض بالقلب أو في قلبه حتى 1000 غارة. طبيب وتعلم الطب على يد المسيح، علموا سيدي وسيده فكان فصيح، وعلموا بحب الذي كان ذبيح، وعلموا يحيى الذي كان ذبيح. مجد يعقوب وخادم كل الإنسانية، وربنا عالم بأنه هيشتغل وبحسن نية، وربنا عالم بأنه هيشتغل وبحسن نية. بره مصر وجوه مصر عالي وبنفسي أبية، شرف لمصر كلها وشرف لكل الإنسانية. هو كان من ربنا أجمل هدية، يا معالج صدور مريضة وعالج قلوب،
عاش ما بين الناس بحب الناس محبوب، عاش ما بين الناس يحب الناس محبوب. مجد يعقوب نحبه مسلم أو مسيحي ليس فيه أي عيوب. مجد يعقوب جبل ما يهز ريح لو كان الريح هبوب. مجد يعقوب جبل ما يهز ريح لو كان الريح هبوب. ربي يهديه الطريق وربي غفار الذنوب. ربي لا تجعله ضال فقد يتوب بين الضروب. واعطه يا رب خيرا إنه شافي القلوب. واعطه يا رب خيرا إنه شافي القلوب. ودي قصيدة تخش للدكتور مجد يعقوب. تحياتي لي ولنا كل احترام وله كل احترام وكل تقدير منا كمسلمين أو مسيحيين أو في كل أنحاء العالم. ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.